منذ اكتشاف البترول توقع الخبراء نفذ هذه المادة وانتهائها إما آجلا أو عاجلا، وها هي النهاية قد حلت، فماذا بقي؟ لكن الأمر بالنسبة لأولئك الذين سقطوا في ملذات الاستهلاك الظرفي للمواد المستوردة المنتجة وراء البحار في وقت كان يمكنهم فيه إنتاج مثلها محليا، الأمر بالنسبة لهؤلاء مختلف، إذ أن مرحلة ما بعد البترول تشكل بالنسبة لهم أفقا مظلما مسدودا. انتهى البترول إذن، ولم تعد الآبار إلا جزءا من ذكريات ماض قد ولى. وقد اتخذت الدولة في مواجهة هذه الوضعية الجديدة الإجراءات التي يتطلبها الموقف، والكميات القليلة المتبقية من مخزون البترول سوف لن تخصص إلا للمصلحة العامة، بحيث لا تستغل إلا في حالات معينة ومحددة. وأمام هذا الوضع الجديد الذي يغلق مصدر عائداتنا الأساسي، ونظرا لما يكلفنا إياه استيراد المواد الاستهلاكية ذات الأولوية بالنسبة للمواطن كالمواد الغذائية من اعتمادات مالية ضخمة كانت تدفع بالعملة الصعبة من عائدات البترول، فإن الوضع يفرض علينا تقشفا صارما ويلزمنا الاستغناء عن كثير من المواد ذات الأهمية الثانوية. فالمطلوب من كل المواطنين إذن التجند والعمل من أجل إنتاج ما يمكننا به تلبية احتياجاتنا إذا كنا نسعى حقا إلى تجاوز آثار هذه الأزمة، وإلا فإن الوضع سيزداد خطورة والمضاعفات تزداد انعكاسا على المستقبل. إن الانضباط إذن أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى ضروريا في كل الميادين، فلنعمل أكثر ولنستهلك أقل مع شن حرب حقيقية على مظاهر التبذير والإهمال في استهلاك الكهرباء والمواد الغذائية. وإن الأمر هنا يحتم على كل عائلة كثيرة الأفراد الالتقاء في غرفة واحدة وإشعال مصباح واحد فقط. لقد سطرت الدولة برنامجا صارما يتضمن إجراءات تقشفية طويلة الأمد لإنقاذ اقتصادنا، فالساعة هي ساعة عمل جاد ومتواصل وكفاح ضد التبذير والتغيب والتسيب والإهمال، وقطع الطريق أمام كل الاحتكاريين والمضاربين وأولئك الذين يتحينون الفرص المواتية للإثراء على حساب المواطنين والدولة. ما تخلي والو في الحانوت، كل شيء يحبط المخزن، هكذا كي يدخل كاش مشتري يسيب الحالات صفار. هاي حبط هذا، ربما ديرهم في مضرب مليحة ماشي قدام القرلوة. كي تزير الحالة نولو نبيعهم من تحت لتحت، الدراهم يكونوا مطايشين، اللي يشوف حاجة يشريها باللي كان. كيفاش راك عارف؟ ايه يا وانا عشت في وقت المارشي نوار في الكيرات تاع الالمان، واش بيك؟ برك رايح نحل الباب. لا بانيك راي برا، واش بيك؟ حبيتي يهجموا علينا؟